هلا ويا حلوين، شلونكم حبايبي؟ شو اخباركم؟ يا ريت كلكم تكونون بخير وصحة وعافية. رجعت لكم اليوم بفيديو جديد وروتين جديد، ان شاء الله يا رب تحبوه وتستفادون من عنده. اول ما نبلش نصلي على النبي وندخل على الروتين. اللهم صل على محمد وآل بيت محمد. وكالعادة ما اخذتكم اليوم للسوق، وانا وراجعة صورت لكم المقطع اللي تحبوه وتعشقوه. فهسه شنو راح نسوي؟ راح ننظف البيت ونرتب المسواق ونعزل الأمور ونسوي غدا أنا وياكم ونسولف وياكم وأسولف لكم شنو سبب انقطاعي. وآسفة على الانقطاع، بس كنت مجبورة. راح أسولف لكم هسه شنو سبب الانقطاع وتدللون علي. وشكرا لكم، شكرا على سؤالكم بوقت غيبتي. ربي لا يحرمني من يومكم، اللهم آمين يا رب العالمين. كلش أفرح من تسألون علي وتقولوا لي مرقاوي ليش قاعد تتأخرين، كتبين بالتعليقات ده تأخرين هواي علينا، احنا ما نحب هيجي. كلش أفرح والله العظيم، لأن يعني تشتاقوا لشي. أكيد أنا همين مشتاقة لكم كلش هواية، وإن شاء الله منا وهيك أعوضكم روتينات تخبل وتعجبكم شي أكيد، مثل ما معلمتكم أني دائما على الروتينات التحفيزية والتنظيفات والطبخ وإلى آخره. هنا أنا شنو اليوم راح نرتب المسواق وراح نسولف أنا وياكم. عندنا اليوم هواي سوالف راح نسولفها. دائما المتابعين الجدد أرحب بيهم، أهلا وسهلا بيكم وبقناتي. نورتوا منين ما تكونوا، من أي بلد، من أي محافظة، حيا الله متابعيني الغالين كلكم على راسي. أهلا وسهلا بيكم الجديدين والقديمين شي أكيد، حتى ما حد يزعل. وشكرا لكم، شكرا على تعليقاتكم اللي تجنن، شكرا على حسن المتابعة. قناتي عبارة عن روتينات فلوقات أشارككم حياتي أول بأول. وهنا أنا جاي نرتب بالمسواق مثل ما قاعد تشوفون. راح نرتب أنا وياكم المسواق ونسولف اليوم. الفيديو كلش ممتع وتحفيزي نوعا ما، مثل ما معلمتكم انه انا ارتب المسواق وياكم دائما وانتم تحبون هاي الفقرة مال المسواق. مثل ما قاعد نرتب نسولف همينة ونكمل الروتين وياكم. اليوم حوايبي راح اسولف لكم على سبب الانقطاع. حوايبي الانقطاع شنو سببه؟ انه رقاوي انخطبت الحمد لله والشكر، وصار المهر مالتها، فالتهيت بالمهر تعرفون، وتحضيرات الخطوبة والمهر والكوشة والبدلات وإلى آخره، تعرفون السوق والترتيب وتنظيف البيت وإلى آخره. فما قدرت أصور لأن هي صارت الشغلة على السريع بساع بساع. وعلى فكرة انه راح اصور لكم شغلات كلش بسيطة هسه اليوم بهذا المقطع، يعني انا ضايفتها كلش بسيطة لان ما اقدر لأن أصور أكثر من هيجي، لأن ما أعرف يعني بعد عيالها ما قالت لهم إنه أنا أصلا عندي قناة ولا زوجها، فاحتمال ما يقبلون إنه أصور أو كذا، فما أقدر أصور لكم كل شي. بس راح أصور لكم مقطع شلون من رحنا إحنا للسوق وبديت أجهز لها وأختار لها البدلات وإلى آخره. مقاطع كلش يعني قصيرة مثل ما يقول، وشلون من اشترينا الحلقة ترتيبات الشوكليت مال مهر وشغلات. ومن رحنا للكوشة همينة، حشوف لكم هم المحل مال الكوشات اللي اختارت لها الكوشة. فكلش دوخة تعرفون الترتيبات مال حفلة ومال مهر. وخدت لها ام قفطان اللي لبستها همين قطعت بيه مهر الابيض وشغلاته اللي المهر يعني كلش هواية، والميز ويا الكوشة ويا هذا اللي يحطون رجلهم بيه المخطس. يعني أنا أول مرة أزوج، يعني ما مزوجة قبل، بس الحمد لله والشكر إنه كل شي صار وياي حلو. ورحت وجهزت الغراض كلها وحدي ورتبتها، والحمد لله والشكر كانت كلش سهلة. وصارت الخطوبة تجنن والقطعان المهر. يا رب يسعدها ويحفظها إلي، اللهم آمين يا رب العالمين. ويسعد لكم أولادكم وتفرحون بيهم وتشوفوهم بأعلى المراتب، اللهم آمين يا رب. كل من طالبة الذرية الصالحة رب يرزقها الذرية الصالحة. كل من يا رب بعدها ما متزوجة إن شاء الله يا رب يجيها ابن الحلال ويستر عليها وتقعد وتستقر. كل من تريد تعزل ببيت إن شاء الله يا رب تعزل ببيت وتستقر. كل من تريد تشتري غراض إن شاء الله يا ربي تشتري غراض لبيتها، وما عندها بيت إن شاء الله يا ربي يصير عندها أحلى بيت وترتاح وتستقر. واللي طالبين النجاح إن شاء الله يا رب النجاح، ونشوفكم أعلى المراتب بحق محمد وآل محمد. دعيت للكل يا رب ستر وعافية وراحة بال ورزق
اللهم آمين يا رب العالمين. وهذا سبب الانقطاع مالتي، قلت لكم فرحة رقاوي الوحيدة كلش فرحانة بيها، صح فراقها راح يصير علي كلش يعني، بس هي هاي سنة الحياة. أتمنى لها كل الخير والموفقية بحياتها، وربي يسعدها ويسعد شكو بنية داخلة على هاي المرحلة. طبعا كلش مرحلة صعبة علينا، بس الحمد لله والشكر، هي سنة الحياة مثل ما قلت لكم. كل بنية ما تبقى ببيت أهلها، كل بنية تروح، إذا مو اليوم باكر وإذا مو باكر عقبه. فما دام جتي قسمتها وابن الحلال اللي يستر عليها وآدمي وخوش ولد، شيء أكيد لازم تروح وتستقر ببيتها وتشوف نصيبها وتشوف بيتها ومصلحتها مثل ما يقول. لازم هي هيجي الوحدة كنا هم يعني يمهن خطار، ورحنا وشفنا أمورنا وفتحنا بيوت وخلفنا، ورب يوفق الجميع اللهم آمين يا رب العالمين. دعواتكم الرقاوي ربي يسعدها ويتممها على خير يا ربي. كلش فرحانة بيها لأن هي وحيدتي والفرحة كبيرة كلش تعبت، بس التعب كله راح الحمد لله والشكر. من شفتها هي فرحانة وسعيدة شيء أكيد، هذا الشيء كلش أسعدني. وهنا أنا قاعد نسوي غدا مثل ما قاعد تشوفون، رتبنا المسواق كله وياكم ورجعت كل حاجة بمكانها، وبديت أجهز الغدا وأخذتنا السوالف. أتمنى إذا وصلتوا لهنا وبعدكم مخالين اللايك، أتمنى تروحون تخلون اللايك، وأتمنى تعذروني إذا انقطعت عنكم هاي الفترة، بس فجأة صارت كل الخطوبة والمهر، وإنه بعد يعني شو مثل ما يقول صدمة شي ورا شي على السريع، فما لحقت أصور، والتهيت برقاوي وفرحة رقاوي صراحة. ومثل ما قلت لكم اللي قدرت شغلات بس مقاطع يعني قليلة صورت لكم إياها، فما أقدر أصور أكثر لأن بعدني ما ماخذة رأي عيالها ورجلها، فما أقدر يعني هاي خصوصية، وانتو تعرفون كل الزين هذا الشيء. وأني طبعي إنه ما أسوي شيء إلا أخذ رأي أحد يعني أبو الآن مثل ما يقول. فإن شاء الله يا ربي خير، ويا ربي يسعدها ويسعدكم بحق محمد وآل محمد. وهنا فرغنا أخير شيء اللبن والمعسل، هذا همين برقية جابه، وراح أرتب الميز وأكمله. نظفت كل شيء، رتبت كل شيء، رتبت الكاونتر، خليت جدري على الطباخ، عندي 8 وبانية وراح أطبخ وياهم تشريب دجاج همينة، وخير ونعمة وبركة اللهم أطعم كل جوعان بحق محمد وآل محمد. وراح أرجع الدجاج الباقي للثلاجة وأنظف دنيتي، والحمد لله والشكر مسيطرة على الوضع. طبعا الجو كلش حار ما أسولف لكم، يعني حرارة مو طبيعية، وخاصة اللي يشتغل بالمطبخ يعني ويطبخ ويتشي ويروح للسوق ويجي. الله يعيننا إن شاء الله ويقوينا وينطينا الصحة والعافية ويخلينا مستمرين وياكم شيء أكيد ومتواصل وياكم. آسفة على الانقطاع مثل ما قلت لكم، يا رب إن شاء الله تعذروني، وأدري بيكم أنتو ما راح تقصرون وياي. أتمنى ترفعوا لي هذا الفيديو وتخلون لايكات كلش هواية، ودعوة من يمكم الرقاوي ربي يسعدها ويتمم لها على خير، وإن شاء الله منا وهيك أستمر وياكم. بس تعرفون بعد همين ورانا هم ترتيبات العرس إن شاء الله. قلت لكم راح أشارككم همين مقاطع إذا الله راد، همين أشياء بسيطة، بس إذا يعني مثل ما يقول سمحولي إنه شوية همينة أصور لكم همينة من الحفلة مثلا، ولو مقاطع كلش بسيطة شيء أكيد، وإن شاء الله يا ربي يتممها على خير. هنا نظفنا مطبخنا وعزلنا دنيتنا ولمينا مواعيننا وما عندنا كل شي بعد، وبيتنا صار يضوي ضوي، ثلاجتنا رجعنا كل شي بيها ورتبناها والحمد لله والشكر. شلونكم بنات؟ شخباركم؟ سولفولي شنو سويتوا بهاي الفترة اللي أني ما نزلت بيها فيديو. أدري بيكم كلكم ضجتوا كتبتولي إنه قاعد تتأخرين هواي علينا، يعني بعد هو واحد شي يسوي، يعني مرات البشر ينجبر على شغلات إنه يترككم. كلش مشتاقة لكم، ربي لا يحرمني من يمكم ولا من هالتعليقات اللي تجنن، اللي تعطيني طاقة إيجابية، أن تنطيني حماس تسوي لي إنه أستمر وياكم. وإن شاء الله أنا مستمرة وياكم، بس أتمنى أنتم همينة تقدرون شوية ظرفي، وأني مقصرة أعرف كل زين وياكم، بس ما يخالف قاعد أجيكم بروتين كلش حلو، شي أكيد مثلكم شون أنتم حلوين وطيبين
وهنا رتبنا مطبخنا وخليناه يدق ويرقص على حسب الأصول. أخير شي عندنا هاي المغسلة همية راح ننظفها ونرتبها ويانا همينة ما دام إحنا مستمرين يعني بالتنظيفات. طبعا هنا كلش عطشانة وما شربت مي من جيت من السوق لحد هالساني على فد وقفة وفرة بالبيت حتى أرتب البيت وأجهز الغدا من وقت. طبعا همين أمي هم يمي فقاعد أجهز شغلات ونرتب البيت حتى أقعد هم شوية أشوفها لأن كلش خطية انشغلت عنها هالفترة ما لحقت أشوفها هواي وأقعد وأسولف وياها من شغلة لشغلة وفترة الخطوبة تعرفون والمهر وهاي السوالف وفرت السوق كلش تعبت. وهنا همين جيت النوب هم البيت وتنظيفات البيت والمسواق وإلى آخره. وهاي الرقية صلوات على النبي همين راح همين أفتحها من داخلها صلوات على النبي شكلها كلش يشهي راح أخليها همين بالثلاجة. وهنا هاي الخضرة همينة هم راح أرتبها وأجهزها همين للغداء. طبعا أنا ما أكلها ولا من عشاقها ولا أحبها نهائيا بس هما بالبيت يأكلوها. فهنا همين غسلتها ونقعتها وهنا تشريب مالتي صار جاهز. قلت لكم أنا عندي 8 بانية وراح أصب. اللهم أطعم كل جوعان بحق محمد وآل محمد. وهنا وصلنا لمرحلة الصب وصبينا وعلينا وعليكم مليون عافية وقعدنا نتغدى أني وأمي ورقاوي وعلينا وعليكم بألف عافية وسهمكم العافية يا رب. هنا راح نكمل غدانا ونروح نشوف شنو عندنا. طبعا راح أصعد فوق عندي ملابس يرادلها غسل فراح أصعد فوق همين أنظف غرفتي ورتبها واغسل الملابس. ولهنا عندنا الفيديو راح ينتهي. أتمنى إذا وصلتوا لهنا أتمنى تحطون اللايك وتعليق حلو يثبت وجودكم يا طيبين فضلا وليس أمرا. وانتظروني شيء أكيد في فيديو جديد وروتين جديد. لا تنسون اللايك والتعليق كلش يعني يفرق وياي هذا الشيء وأدري بيكم أنتم ما تقصرون وياي وأدري بيكم كفو. شكرا لكم شكرا على حضوركم شكرا على تواجدكم بحياتي. ربي لا يحرمني من يومكم. وهاي المقاطع اللي صورت لكم إياها من رحنا أخذنا البدلات أجرناها ورحنا للسوق اشترينا القفطان وإلى آخره والحلقات. ويا ربي يسعد كل بنية إن شاء الله بهاي المرحلة داخله. اللهم آمين يا رب العالمين. وهنا هم رحنا للمطعم وكملنا كل الطقوس مالتنا والحمد لله والشكر عدت على خير وسلامة. وهنا هذا هم من أجرنا البدلات وهنا مال كوشات من أجرت لهم كوشة وكان كلش الحفلة كلش كانت حلوة يا رب يسعدها. ولهنا أقول لكم ألتقيكم بفيديو جديد وروتين جديد إن شاء الله. انتظروا الفيديوهات الجديدة كلش ممتعة إن شاء الله وراح تحبوها شيء أكيد. وراح أشوفكم همين هسه مقطع مال تجهيزات مال شوكليت هسه مال مهر وهاي السوالف نخليه بهاي العلب ونجهزه. كلش كانت ترتيبات حلوة وفرحنا كلش هواية. وهنا هاي أخير شي راح نجهز ذني مال مهر السوالف العادات والتقاليد مالتنا. وهنا جهزناهن وكملناهن. ولهنا حبايبي انتهى الفيديو. أتمنى لا تنسون اللايك ومع مليون سلامة. باي باي حبايبي.